يعني في هذه المقابلات كاملين اللي لعبنا، المرة الوحيدة اللي اتفقنا فيها أشرف، المرة الوحيدة اللي اتفقنا فيها باش أننا نرجعوا ونديروا ان بلوك ميديون ونحافظوا على النتيجة، هي المقابلة اللي كانت ضد المنتخب الإسباني في 10 دقائق الأخيرة من الشوط الأول. هي المقابلة الوحيدة. من بعد ما عمرنا ما سجلنا ورجعنا. خصك تعرفوا بان كاين واحد الحاله يعني سيكولوجيه فاش الفريق كيسجل، فمن ناحيه سيكولوجيه كيكون واحد اللاعبين كيبغيو يرجعوا. كاين واحد النقطه واحده اخرى عاوتاني على حساب لو سيناريو ديال المقابلات. بعض المرات الفريق الخصم كيما وقع مثلا ضد الارجنتين ماشي حنا اللي رجعنا، كاين فريق اللي كان كذلك من ناحيه سيكولوجيه خصو هو اللي كيكون عنده اوراق هجوميه كيدفع بها، لان هذه خرج المقابله كتبقى واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقه وتمشي له من المقابله وهو منهزم، كيدفع بالاوراق ديالو الهجوميه باش يمكن له انه يرجع في المقابله او يتسجل عليه هدف اخر. اذا بعض المرات سي لو سيناريو اللي كيديروا المدرب الخصم، لو سيناريو على غرار لو سيناريو اللي كاين في المقابله كيرجع بعض المرات الفريق انه هو اللي كيرجعوا. حنا ما عمرنا قلنا في هذه المقابلات كاملين للاعبين نرجعوا على غرار هذه المقابله كما لاحظتي، بالعكس كنبغيو دائما نهجموا، كنبغيو دائما اننا نطلعوا لو بلوك، كنبغيو دائما اننا نضغطوا، ولكن المقابله راها فيها مراحل، فيها ان طون فور ديال واحد الفريق ديالنا. بعض المرات كيكون عندنا ان طون فيبل كيفاش اننا نتعاملوا معاه، كيكون ان طون فور عند الفريق الخصم، بعض المرات يكون ان طون فور فيبل عند الفريق الخصم، كيفاش اننا نستغلوه، كيفاش اننا في لو طون فور ديالهم ما يتسجلش علينا. فهادو دائما متحولات اللي تيكونوا في داك 90 دقيقه وكيخص اننا نتعاملوا معها بطريقه جيده. مي حنا داكشي علاش قلت لك كنشكرك باش نوضح هذه النقطه هذه، لان سؤال كان وجيه. ما عمرنا ما طلبنا من اللاعبين يرجعوا ويدافعوا الا في ال10 دقائق ديال لا جيستيون ديال لا بروميير ميطون ديال الاسبان. بالنسبه لهذه المقابله على غرار المقابله ديال العراق كنا كنطالبوا اللاعبين، وكنظن بان حتى اشرف قالها، واللاعبين اللي اكثر اكسبيريونس في وسط الملعب فهمنا بان سي لو مومون باش اننا نضيفوا لو بلوتو بوسيبل ان تروازيام بوت باش تسهل المقابله وباش نقتلوا المقابله. لان 2-0 ما عمرك ما كتكون على بري، يمكن الفريق الخصم يسجل عليك وكيتحيا من ناحيه سيكولوجيه، ويمكن حنا ندخلوا في واحد شويه ديال القلق والارتباك اللي يمكن له انه يكون في صالح الفريق الخصم، ويولي الفريق الخصم ياخذ علينا واحد السابقه ويولي انه يدير جوج. فكان علينا اننا نكونوا واعيين ونسجلوا الهدف الثالث في اسرع وقت باش تسهل المقابله، والشيء اللي وقع مشكورين مره واحده اخرى هاد الرجال.